ازاي تقدر تقول لأ من غير ما تحس بالذنب؟ كتير من الأوقات بنبقى مش قادرين نتكلم، لكن عشان ما نحرجش اللي قدامنا وبنضطر نضغط نفسنا ونقول حاضر. وهنا بتيجي المشكلة، لما بتحس ان انت مضغوط وجاي على نفسك وطاقتك اصلا واقعة ومش قادر تقول لأ بس علشان ما تحرجش اللي قدامك. وده لأن كتير مننا متربي على ان الرفض هو قلة ذوق، لكن الحقيقة إنك تقول لأ ده مش قلة ذوق ولا حاجة ولا أنانية، ده احترام لمشاعرك ولحدودك. لما بتوافق على كل حاجة بتتعب وبتتضايق، وممكن كمان تبتدي تكره اللي قدامك من غير ما انت تقصد، لكن علشان هو ضغطك. الحدود الصحية معناها إني أساعدك بس في نفس الوقت مش على حساب نفسي. ومش لازم أبدا أبدا إني أبرر لك، مش لازم كل شوية تبرر للناس، ومش لازم كل الناس تبقى راضية عنك. خلي بالك من صحتك النفسية وما تخليش أي حد يستنزفك أو يضغط عليك.